الله يمسيك بالنور والسرور أخي الكريم، وكل عام والجميع بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. طبعا هذه الفعالية فعالية أقامها أهالي قصبية الزعاب ترحيبا بالآخرين، وكذلك ليشرحوا اللوحات الفنية والتقليدية الموروثة الموجودة معنا في هذه المنطقة، وبمشاركات الجميع من داخل القرية ومن خارج القرية وحتى من خارج الولاية اللي خلوا يدهم بيدنا وشاركونا فرحتنا وشاركونا كذلك مواهبهم وأشياءهم الموجودة. نشكر الجميع حقيقة على يعني مساندتهم ومساعدتهم ووقفتهم معنا وحضورهم كذلك من جهات رسمية وكذلك من فريق الجزيرة ونادي الخابورة وغيرهم. حقيقة أنا أشكرك كرئيس فخري لهذا التنظيم الرائع، التنظيم الجميل، وهذا شيء طيب سواء لفريق الجزيرة وأيضا ينبعث للأفراح لأهالي فريق الجزيرة وقصبية الزعاب وأيضا لنادي الخابورة وأيضا للضيف الشيخ سيف الحوسني. هذا شيء طيب وشيء جميل أنك يكون من المتواجدين. أعطينا كلمة شكر أو كلمة أخيرة عن تنظيم هذا الحفل الرائع. والله حقيقة جزاهم الله خير جميعا، من نادي الخابورة برئيسه ومن الضيف الشيخ سيف ومن بقية الحضور كذلك، كلنا مكملين لبعضنا في هذه الفعالية. ما حد قصر أبدا صراحة، الشباب اشتغلوا الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية ليل نهار، يعني أنا كنت بنفسي موجود معاهم، فجزاهم الله ألف خير، وإن شاء الله نتمنى المزيد من هذه الأفراح والفعاليات الجميلة في المنطقة. أشكرك مهندس يوسف على هذه الفعالية الجميلة. جزاك الله خير، شكرا جزيلا على تغطيتكم الإعلامية كذلك. بارك الله فيك. الله فيكم، شكرا. والله تنظيم رائع ولمة حلوة للشباب، وموقع بصراحة سياحي جدا في خور الزعاب في قصبية الزعاب، والمكان يعني بصراحة ممتاز جدا، وحصل إقبال كبير من ضمن الجماهير سواء من الخابور أو خارج الخابور. والله حقيقة فعالية جميلة، وحضوركم أيضا فعالية هذه طيبة وجميلة، وأيضا أعطينا رسالة توجهها لفريق الجزيرة وقصبية الزعاب. والله رسالة كلمة شكر ما توفي بحقهم، كل الشكر والتقدير لهم للشباب القائمين على هذا النجاح، هذا المهرجان العظيم. أول شيء كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك سعيد إن شاء الله تعالى. حقيقة كل شيء يبدأ بفكرة، وما قدمه فريق قصبية الزعاب فريق الجزيرة الشيء يثلق الصدر، يعني حقيقة بكل أمانة. يعني الفكرة اللي نفذوها والتنفيذ والجهود الموجودة والجنود المجهولين اللي ساهموا في إنجاز وإنجاح هذا البرنامج جدا جميل يعني، والكل يثني عليه. نتمنى الفرق الأهلية تحذو حذو مثل هذه الأفكار الجميلة، أكيد إنها بتكون لها يعني أشياء جدا إيجابية، وإن شاء الله تعالى نشوف هذا المكان للأفضل، وفي يعني في الفترة القريبة إن شاء الله. ما نقول الأيام القريبة، لكن نقول في الفترة القريبة. وأكيد أن سعادة الشيخ سلطان والقائمين على الولاية ما مقصرين في هذا الأمر، وأكيد هذا المكان بالتحديد يعني أعطينا كل اهتمامهم، وإن شاء الله تعالى بعد فترة نشوفه في أفضل حالية إن شاء الله تعالى. بداية أشكركم ونستغل الفرصة نبارك عليكم بالعيد السعيد إن شاء الله، كل الأمة الإسلامية إن شاء الله والعربية. والله المهرجان ممتاز جدا، مجهودات فردية لفريق، يعني أنا صراحة عجبت بهذا الحركة اللي مسوينها ما شاء الله، يعني منظمين تنظيم جميل. شفنا أشياء، الأسر المنتجة، المسابقات، الألعاب الشعبية، يعني شيء حقيقة جيد جدا ممتاز جدا، حاجة يعني جميلة جدا. وهذه الحاجة تشجع احنا كفرق أهلية في الولاية، تشجعنا أن يعني دائما نشجع الفرق ونساند الفرق أصلا أكيد. فالفرق هذه يعني هذا المجهود اللي سواه فريق الجزيرة مشكورين جزاهم الله خير، يعني تنظيمهم جميل جدا جدا وبارك الله فيهم، إن شاء الله يستمروا. وأيضا نحن كفرق ثانية ناخذ منهم الفكرة هذه، يعني ناخذها من الجماعة اللي سووه، أيضا نحن نفكر فيها. لكن أنا حقيقة أنا أشكر الفريق الجزيرة على هذا المهرجان اللي نظمه. مهرجان أنا بالنسبة لي ناجح جدا، ناجح ممتاز جدا جدا، ونشجعهم إن شاء الله أنهم يستمروا
وفي المرات القادمة يكون أفضل وأفضل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هل إن شاء الله راح نشوف في المستقبل الفريق العربي يقدم أو يسوي لنا فعالية؟ أكيد إن شاء الله من بعد اليوم أكيد. يعني حقيقة يعني شيء رائع جدا، مبهر. أكيد ما قصروا. وأقول لك أنا الحين أنا أتكلم وأقول إن شاء الله مثل ما سوى أخواننا فريق الجزيرة نحن بنحاول نسوي، وحتى نكون مع بعض. ليش لا؟ نحن كفرق أهلية قلت لك لازم نكون نتكاتف مع بعض ونطلع للولاية بولايتنا بصورة جميلة جدا تشرف الولاية وتشرف أيضا المحافظة. حقيقة يعني ما نشاهده اليوم من مهرجان جميل على هذا الشاطئ الأجمل، واجتماع الأهالي والتمام الناس يعني في فرحة، يعني أكثر من فرحة العيد وفرحة هذا الاجتماع والفعاليات اللي تقام والأسر المنتجة واجتماع هذا الناس. يعني هذه واحدة يعني عيد أضيف إلى عيد، فشيء جميل حقيقة. الأطفال فرحانين بهذا الحفل الرائع، وحقيقة يعني يعطي انطباع جميل للناس يعني انزين. وأيضا هذا الشاطئ وحده يعني يعتبر كواجهة سياحية انزين، ومنظر خلاب جدا يعني. فالكلام يعجز أو اللسان يعجز عن النطق بكل أو بوصف كل هذا الفرحة الموجودة في هذا المكان. فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله تعالى أن تدوم هذه الأفراح، وأن يعتبر هذا المكان واجهة سياحية يقصده الناس من أماكن شتى بإذن الله. صراحة الفعاليات الآن جميلة، وفيها فعاليات وايد جميلة، واليوم يبيعوا الأكلات الحلوة ويبيعوا القنابل. ما شاء الله اليوم الفعاليات وايد جميلة. شكرا. الآن مع إبراهيم الفزاري.